مشينا في الطريق ديال الوهبي ما غيتزوج حتى واحد، ما يتزوج حتى واحد، كلشي غادي يهرب. بالعكس اليوم وهبي يتحمل مسؤوليه ديال اكثر من مليون خطوبه فسخت بسببه. كيفاش كتشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي انه مجموعه من المخطوبين فسخوا او اجلوا خطوبتهم، كلهم اليوم كيدعيوا ليل نهار، خصوصا الاناث اللي كانوا كينتظروا الحلم ديال الزواج وتكوين اسره، اليوم كيدعيوا هما وعائلاتهم باللعنه على اللي جاب لهم هذه المدونه التي ستفرق بين الرجل والمراه. ايوا هذاك الساعه الى مشاو الفساد غيكونوا حققوا ما يراد لهم من طرف وهبي وامثاله، الى مشاو لهذا الطريق. ولكن انا ادعو الشباب بالعكس ان يتزوجوا وان يكونوا الاسره، وأن يناضلوا إلى جانب الحزب المغربي الحر والتكتل الشعبي، وأن يناضلوا إلى جانبنا من أجل الدفاع عن الأسرة واستقرارها وتنميتها. لحد الآن باش نكونوا واضحين، لا زالت المواد القانونية لم تخرج بعد لمناقشتها، ولكن في بداية ديال الاجتماع الذي قاده جلالة الملك حول مدونة الأسرة خرجنا ببيان ثمنا ما جاء من التوجيهات الملكية حول الدفاع عن الأسرة وجعلها مدونة للأسرة وعدم الخروج عن النص الديني وعن الإطار المرجعي الإسلامي. لكن للأسف عندنا وزير شويه المهم يحتاج الى 320 ولا 360، المهم شي شويه ماشي هو. لذلك نتمنى ان العقلاء ديال البلد يحيدوا منه هذاك الملف حمايه لاستقرار الوطن، ويعطيوه الناس اللي هما رزقان، والناس اللي هما معقلين، والناس اللي هما خاترين، والناس اللي هما عندهم مصداقيه. لأن اليوم المغاربة لا يثقون في هذه الحكومة، ولا يثقون بما تقول، ولا يثقون بشعاراتها، ويعتبرونهم مجرد مسؤولين جاوا لتما باش يخوضوا تضارب المصالح ويضربوا الصفقة.